السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى للوصفات المصرية. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الفولية. الفولية دي من الأكلات ممكن ناس كتير متعرفهاش. إن شاء الله هنعملها مع بعض. ده طبعا انتوا عارفينه، ده الفول الأخضر أو الفول الحراتي. احنا الفول الحراتي ده ناخده هنغسله طبعا من القشرة اللي بره، وهنبتدي إن شاء الله نفصصه كده وهنستخدمه للأكلة بتاعتنا. كمان بنعمل مع الأكلة بتاعتنا، ممكن تبقي تعمليها عادي مع اللحمة، بتطبخي معاه لحمة او فراخ، وبتعملي جنبها رز عادي كده كأنها طبخة عادي بتعمليها. طبعا هنحتاج، هو بيتعمل زي القلقاس بالظبط. هنا معانا سلق. السلق ده انا عملته كتير، عملت طريقته تفريزه في القناة. ان شاء الله هنزلكم رابط طريقة تفريز السلق. هو بيتعمل زي القلقاس بالظبط. هنبتدي ان شاء الله دلوقتي هنفصص الفول ونطبخه مع بعض. الفول بالشكل ده كده وغسلته. هنبتدي بقى نطبخه مع بعض. انا حطيت حله على النار، هنضيف فيها شوربه فراخ، شوربه لحمه، ممكن ميه عادي كده من الحنفيه تطبخوا بيها، مفيش مشاكل. اضيف له الفول للشوربه، وتحطي له بصلايه بالشكل ده كده، او لو الفراخ فيها شوربه الفراخ فيها بصل خلاص اكتفي، بنسيبه يتسلق. ولما يتسلق ان شاء الله هنحضر السلق بتاعه وهنكمل طبخه الفوليه مع بعض. السلق ده انا قلت لكم انه جاهز. السلق ده بتجيبي سلق وكزبره وتقرطفيهم، وبعد كده بتفرميهم في الكبه، وترجعي تحطيهم في شويه سمن وبتقلبيهم شويه، وبعد كده بتحطيهم في علب كده وبتحطيهم في التلاجة. انا عاملاه بطريقتين في القناه. هنزل لكم الرابط بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف، او هنزل لكم في التعليقات. هو السلق معايا جاهز كده، يا دوبك بس بحطه في شويه سمن، وبجيب نص معلقه ثوم بس لما يتحمص شويه. هو طريقته طريقه القلقاس بالظبط، سهل جدا. بس اقلب فيه شويه كده واوطي عقبال الفول ما يتسلق معانا. الفول استوى معانا. انا حطيت له حوالي معلقه رز كانت بتاع خلطه محشي، عشان كده تلاقوا الكزبر من فوق عايمه اهي. عادي ممكن لما تكون عندك خلطه محشي ممكن تستغليها عادي وتحطي معلقه رز. هو خلاص استوى، وحطيت له الملح وظبطت له التوابل. انا هنا معانا السلق اهو، بس الثوم كده لغايه بس ما ريحه الثوم تطلع كده، نقلب. خلاص كده السلق معانا وريحه الثوم كده ابتدت تطلع جميله. وضفت طبعا كزبره ناشفه عليهم، بس نبتدي نضيفهم على الفول بتاعنا. نبتدي نضيف كده عليهم. خلاص الفوليه بقت جاهزه معانا بالشكل ده، وهنغرفها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. الفوليه خلاص جاهزه معانا، غرفناها مع بعض اهي. ان شاء الله تعجبكم وتجربيها، طريقتها جميله جدا وسهله. بشكركم جدا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.